السلام عليكم. فيديو جديد، حلقة جديدة باش نحكيو على ماتش الكلاسيكو غدوة بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي. ماتش مهم جدا. الترجي الرياضي عنده 3 ماتشات شامبيونا يساوي فوز في 3 مقابلات. ما تستنى حتى واحد وما تستنى حتى واحد باش يوصل يشك في الفوز نتاعك ولا يوصل يحكي عليك ولا يتكلم منه ولا يحكي من غادي. قبل هذه الساعة خلينا نبداو شوية بالديتاي. انا ما نجمش نفهم انه انسان كيفاش انسان ما يحشمش كيما كمون بيصيرش. انا خاطر علاش انا جبته توا لانه السيد مازال يحكي ويتكلم وانا وما فهمتش انا العباد علاش تلوم عليا وقت اللي انا كنت جريء وحاولت نلعب الكرة وما عملتش تكتل دفاعي وشبيه الناس تتكلم على ادي. شوف، كل انسان عاش من عرف قدره. تعرفش معناها انت عندك مجموعة متواضعة وتحب تلعب وتطلع البلوك وتلعب وتكور ضد الترجي الرياضي التونسي، لكن بعد ما جيت نقز على المدربين. هاني نقولك انا كان جيت كيف نحشم على روحي، ما عادش نتكلم عليهم جمل، نحشم ما عادش نتكلم. خاطر المدرب القوي اللي يعرف الامكانيات الفنيه والفرديه للجوارات نتاعو ويعرف يطبقهم قدام المنافسين. ماكش قادر، ما تعرفش تلعب. هذا موضوع نسكروه وان شاء الله يوصلوا المساج هذا، خاطر بطبيعته حتى ولا هو ما وصلوش اكيد باش يوصلوا له. بنجيو توا للبوليميك الكبيره اللي صايره، التحكيم والحكم ونادي الرياضي الصفاقسي يحتج وشكون هو الحكم ونعيم حسني وانا ما يشدليش وكل واحد يتحمل مسؤوليته. اصبحت حاسيلو عباره لهنا مش نحكيو في كل شيء في تونس الا كره القدم. وهنا بالله نحب نوجه ساعه تحيه للخيان اللي تفرجوا البارح في الفيديو اللي عملناه وحكينا تقريبا في يمكن فما 5-6 دقائق حكينا على كرة القدم الأوروبية. معناها كي تشوف كومنتاريات بنوعية متاع ناس تقول لك خويا يا معلم ما شاء الله، معناها هنا نحكيو كورة، هنا نتكلموا كورة، كي نحكيو على كرة القدم الأوروبية ولا غالب واعذرناك راو كي نجيو نحكيو على كرة القدم المحلية. خاطر كي نجي نحكي على كرة القدم المحلية تلقى حد شيء، لا تلقى مدرب يعرف يعمل شيما تكتيك، لا تلقى مدرب يعرف يعمل شونجمون، لا تلقى مدرب يعرف يطور في ملاعبية، لا تلقى الكورة في حد ذاتها باش تخليك تحكي عليها. شنو تلقى؟ او اربيتر او لي زاكوتي او كذا او كذا. دونك انا واحد من الناس خوياش باش نقول لك، انا ما نجم نحكي حد شيء. كان الله غالب، ربي يصبرنا وان شاء الله بالدعم نتاعكم خاصه في الفيديو نتاع البارح بقدره ربي باش نواصلوا في اللي بديناه بخصوص كره القدم العالميه، وان شاء الله انتم كالعاده تكونوا سيبور لينا. باهي، انا قبل ما نجي نحكي على الحكم والتعيين وكذا، هو اول حاجه اللوجيك والمنطق والانسان بمخه. انت مازالت عندك تو 3 مقابلات، تعرف 3 مقابلات بدمها. يخرج لي انا واحد مسؤول على الحكام ويخرج ويتكلم واحنا ما لقيناش حكم. هذه انت امورك اللي تتحمل مسؤوليتك. انت ما تعرفش تعمل جيستيون باهي، انت ما تعرفش تجاري الجيستيون نتاعك. معناها تو تحب تقنعني العالم هذا الكل في 4 حكام انت كلمتهم ما نجموش يجاوبوا باش يزفروا؟ انا قبل ما ندخل البوليميك ونحكي ونتكلم ونادي الصفاقسي يحتج وما عينوش ويشوف المدرب هذا باش يظلمه وما نعرفش درا شنية، انا كاداره تحكيم هنا ما نخليهاش تحكي ذي اصلا توصل. ومن الاول خويا نمشي نجيب حكم اجنبي كلاسيك وتحب ولا ما تحب، زوج جمعيات كبار بساميهم نادي الرياضي الصفاقسي اسمه والناس كل تعرف شيء. ذي الترجي الرياضي التونسي من غير ما نقعدوا نحكيو على الترجي الرياضي وقيمته كفريق. خويا نورمالمون انت تحترم نفسك تمشي تجيب مدرب اجنبي، تمشي تجيب حكم اجنبي. لكن انتم شنو تحبوا تعملوا؟ تحبوا تهزوا الحديث والحس ومنا باش نقعدوا احنا تو نضيعوا 4 دقائق نحكيو على لي زاكوتي. هذه نقطة. 2، الترجي التونسي اللي زاد هي باش تعمل بلاغ يقول لك انا خويا نطالب حكم اجنبي. خاطر احنا شفنا بلاغات الترجي التونسي اللي عملتهم قبل، ونتذكر خاصة بعد الخسارة ضد السيابي في بنزرت غادي وصل بلاغ للترجي التونسي قال لك ما عادش يشد لنا حتى حكم تونسي. بهذه نقطة. 2، نجي توا اللي تعلت النادي الرياضي الصفاقسي نعيم حسني وحط لي وعمل لي واربيتر وعملوا لي وقدوا لي وكذا وكذا. شوف، نحبوا نحكيوا الواقع والحقيقة. النادي الرياضي الصفاقسي راه زايد على الاخر انك تحتاج على حكم كونه تقول باش يخسرني وكذا. شوف الفوارق توا حاليا نحكيو كوتي فنيا، راه لا مجال المقارنه بينكم وبين الترجي التونسي. انت جمعيه تلعب صحيح اسمك بتاريخك نادي الرياضي الصفاقسي، لكنك ما تلعب على حد شيء. الترجي التونسي هو اللي عليه البريسيون اكثر، هو اللي من حقه انه باش يقول لك الحكم ينجم يظلمني. دونك انا الحقيقه نادي الرياضي الصفاقسي والكلام نتاعها على الحكم انا ما نشوفه مبرر لحد شيء. ما عندكش علاش، بطبيعتك تلعب عندك برشا اصابات، برشا ملاعبيه ما عندكش،
ديجا انت ماك جاي تحب على 3 نقاط، نحب ولا ما نحبوش هذاك الواقع، صحيح باش تلعب صحيح باش نقولوا احنا تلعب من اجل الفوز وهذاك هو اسمك نادي الصفاقسي، لكن زاد الحقيقه نقولوا الترجي هذه التونسي على الورق اقرب نادي الصفاقسي للفوز، لانه الترجي معناها كفريق متكامل، الترجي عنده ملاعبيه قادر انه باش يفوز بها. نجيو توا للامور الفنيه والتكتيكيه، وخلينا هنا نحكيو كوتي فنيا وتكتيكيا، خاصه بعد ما حكينا برشا على زاكوتي. بالنسبه للترجي التونسي تواجد زوز ابرز ملاعبيه وغياب وحيد يعتبر مؤثر هو غياب كوناتي، هذاك باش نجيو نحكيو عليه. في المقابل نادي الصفاقسي نحكيو على 7 غيابات، معناها غيابات مؤثره، نحكيو على اللاعبين الاجانب، نحكيو على بركه الحميدي، نحكيو على بشا، نحكيو على بن عمر اللي موجود مع منتخب الشباب. دونك هنا غيابات مؤثره، بشوفوا كيفاش باش يتعامل الاسعد ديدي في الماتش هذا. باهي اليوم البليلي راهو بياس متريس في الترجي هذه التونسي، اليوم توظيف البليلي راهو هذا امر حتمي على المدرب. اليوم وجود البليلي في تشكيله اساسيه بالعكس راهو باش يعطي اكثر جو كوليكتيف، لاني انا كي نتذكر مع الاهداف اللي سجلها يوسف البليلي اللي واصل تو تقريبا 28 مساهمه تهديفيه، وصل اكثر ملاعبي في الفريق عاطي ديزاسيست، معناها راهو مش يلعب وحده، بالعكس هو قاعد يسجل في الاهداف، الشطر نتاعهم سجلهم وحده والشطر نتاعهم اعطاهم باسيل ديسيزيف، باش نفهموا الدور الكبير للجو كوليكتيف اللي يعتمدها الترجي الرياضي التونسي. باهي هنا نتصور نقطه وسكرنا الموضوع هذايا. باهي نحكيو على غياب كوناتي اللي باش يعطيك لهنا فما كلام على وسط الميدان. من الاخر انا باش نعطيك الحسب وجهه النظر نتاعي في الفورماسيون. اليوم بن حميده كون اريير كوش، بن علي اريير دروا، ثنائي محور الدفاع جلاسي اوتوغاي، حارس المرمى بن سعيد، في الميليو تيران خويا عندك القنيشي اوكبيلو وشياب الجبالي. هذم احسن 3 ميليو تيران بالنسبه لي انا قادر نشوف فيهم انهم يعملوا لك حاجه في المقابله، ملاعبيه متكاملين اكثر منه. نحكيو على تقريبا معناها فما عندك اجنبي باش نحكيو عليه في الميليو تيران، عندك ديفونسور اجنبي، مازال زوز مهاجمين وزوز اجانب في الهجوم. شكون هما زوز اجانب؟ البليلي هذا نمبر 1 في الترجي هذه التونسي لازم يكون موجود على اليسار، فما اللاعب الجبري كاتاكون دو بوانت، وفما اللاعب يا اما يكون مكوانا والا ساس، وانا نحبذ يكون ساس البليلي. فما تناغم كبير، فما تناغم خاصه ما بين الجبري وما بين اللاعب البليلي. دونك راهو هنا الترجي باش يشوفوا اكثر حلول هجوميه، عندك برشا شواء. اذا كان باش نحاولوا نحكيو على شنو قادر تبدل، تنجم الجبالي تحطه على اليمين، يكون عندك الجبري البليلي يولي ساس في الوسط، معناها عندك برشا حلول. ومير الكنزاري مطالب انه باش يجنقل في المقابله هذه. شوف نعاودوها ونحكيوها مره اخرى انه تو المقابلات الكبيره هذو من 3 مقابلات راهو لا مجال للخطا بالنسبه للكنزاري. لا تقولي كيفاش لا نلعب لا من هنا لا من غادي، خويا تربح المقابله نتاعك، تفرح الجماهير، اكثر منه لا اقل منه لا. في سياق متصل بالترجي هذه التونسي، اليوم فيرانك فاروشك اعلن رسميا انتقال اللاعب محمد علي بن رمضان، لاعب سابق في الترجي هذه التونسي، الى الاهلي المصري مقابل 2 مليون دولار. دونك هذا بالنسبه لنا كملنا حكينا على الترجي الرياضي التونسي والماتش ضد السياسات. ان شاء الله تعدى مقابله فيها كوره، زوج جمعيات كبار، ان شاء الله نشوفوا مقابله محترمه، ونرجعوا غدوه ان شاء الله بعد الماتش نزيدوا نحكيو على المقابله كيفاش تفرجنا فيها. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد.